مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. بصي طبعا ليديز فيرست، معلش يا دكتور توفيق، انا بس عايزه احيي الاول حياه. لاني بقول لك يا حياه انت من النساء المصريات المحترمات، واذا كان ولادك زعلوا في يوم من الايام فارفعي راسك النهارده وقولوا لهم انا امكم. بشكرك. شوفوا مصر بتشهد عليا ازاي يعني، وشوفي مصر فرحانه بيا ازاي. بجد يا حياه انا من النساء اللي انا فخوره بيهم ان هم موجودين على ارض مصر، هو انت يا حياه. بجد يعني بشكرك جدا، يعني كلامك حلو جدا وانا بشكرك، مش لاقيه كلام اقوله بصراحه. بشكرك جدا. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. اما انت بقى ايها المحارب المغوار والمقاتل واللي شايل قلبك على دراعك كده وماشي بيه يعني يا فندم، اولا انا عايز اقول لك انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه، دي معلومه انت ما تعرفهاش، وسبب حبي الشديد ليكي هو ادائك لدور كوكب الشرق واعظم سيده انجبها العرب وهي الفنانه ام كلثوم، وتحيزا لان هي ابنه محافظتي الدقهليه. يعني من يوم ما حضرتك عملت هذا الدور وانا بعشقك عشقا وربنا وحده يعلمه يعني. ربنا يخليك يا دكتور. شوف يا دكتور، انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه بمناسبه ام كلثوم، ولما حضرتك جبت السيره دي يعني انا ما كنتش هتكلم في الموضوع ده، بس فعلا اللي عمل ام كلثوم وسافر بيها لجميع انحاء العالم وعرف قدر مصر في كل البلدان اللي سافرها، لازم يحافظ قوي على قيمه مصر ويحب شعب مصر. دكتور توفيق، انت انصفت الشعب المصري البسيط اللي في القرى وفي النجوع وفي الحارات المصرية، اللي بقى يتكلموا عليهم ويقولوا بياخدوا زيت وسكر و100 جنيه علشان يبيعوا بلدهم. لا، انت انصفت الفلاح المصري، انصفت الصعيدي المصري، انصفت كل انسان بسيط في مصر باسلوبك البسيط المصري اللي فيه نوع من الدعابة والفكاهة والانفعالات الحقيقية اللي من قلب مواطن مصري شريف عارف الحقائق وعايز يوصلها، بس طريقة توصيلك يعني متهيألي أصحاب العقول اللي مش فاهمة هم بيتعاملوا ازاي بالمنطق ده، ان هم بقوا يتريقوا وبقوا يتهكموا وبقوا يقولوا. بس اللي انا عايزه اقوله لك، مفيش حد فينا ما اتشتمش، محدش فينا ما اتقالش عليه، محدش فينا، وده شرف لينا يا دكتور توفيق. في خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله باذن الله انت هتعرف، او انت تقريبا النهارده عرفت مقدرتك عند الشعب المصري ايه، ومقدره قناه الفراعين عند الشعب المصري ايه، ومش بالغنى ولا بالاعلانات ولا بالفلوس. يا دكتور توفيق، انا بكلمكم النهارده علشان كل انسان من اللي واقف على البوابه في قناه الفراعين لحد اكبر راس في قناه الفراعين وهي السيده الوالده، ده اللي انا بعلمه. أيوة ان انا ببوس على راسها وبقول لها بشكرك لان جبتي رجل محترم زي الدكتور توفيق عكاشه. الله يخليك. على فكره هي بتسمعنا دلوقتي. يعني بجد بوس لي ايديها وبوس لي دماغها. انا عايزه اقول لك يا دكتور توفيق، انا بكلمك عشان حاجه مهمه جدا جدا جدا. اتفضلي يا فندم. بكره ان شاء الله هنعرف النتيجه. اوكي، ولتكن ملتكن، يجب عليك بطريقتك الجميله المبدعه اللي بتمسك الايد المصريه كلها تبقى يد واحده، ارجوك المصالحه الوطنيه. يبقى برنامجك القادم وكلنا نجيلك ونتكلم معاك يعني ايه نبقى وطن واحد، يعني ايه نبقى قلب واحد، يعني ايه نقول لامريكا ونقول لاي بلد او نقول واتيفر بقى مؤامره مش مؤامره، الحاجات اللي صادقه، الحاجات الكذابه، الحاجات اللي بنسمعها، اي شيء نقول لهم احنا شعب مصر، احنا 90 مليون مواطن. ميدان التحرير، ميدان المنصه اللي موجوده، المذهله اللي كانت النهارده موجوده، كل دول مصريين، لن نشكك في وطنيه اي احد منهم، والمصري الشريف المواطن اللي هيبان يوم الاثنين القادم
هو ده المصري المواطن الشريف نعم. اللي من فضلك يا دكتور توفيق امسك بايده عشان نبقى كلنا على قلب رجل واحد باذن الله. صلى الله عليه وسلم قال لنا انتم شعب اهل مصر في رباط الى يوم الدين. نعم. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ده وعد مني لحضرتك يا فندم ان شاء الله. ان شاء الله. الفنانه جميله صابرين، احنا بنشكرك جدا على هذه المداخله وبشكر